السلام عليكم يا جدعان، ايه الاخبار؟ النهارده عندنا حزمة برشلونة الجديدة يا رجالة، والمدرب هانز فليك الاسطوري. طبعا انا برشلوني فاكيد مش هفوت حدث زي ده. فهنجرب النهارده اللعيبة ونشوف التطويرات بتاعتها والطاقات، ونجرب كمان المدرب بمهارة اللينك اب. طبعا هو زي مورينيو. بالمناسبة لو ما شفتش الفيديو بتاع مورينيو فهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، روح بص عليه، انا متأكد انه هيعجبك. وبرده في حاجة مهمة، اللي الشانل بتاعتنا على كيك تحت في الديسكريبشن. عايزين مشاهد، هنفتح لايفات الفترة الجاية ان شاء الله، نلعب ونضحك ونسهر ونهزر مع بعض، العاب متنوعة وحاجات جامدة كتير زي ما بنعمل هنا، فهستناك بقى هناك. وقبل ما نبدا عايزين مشاهد، عايز افكرك باللايك والسبسكرايب وانك تفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. صلي على النبي واحد الله. عايزين مشاهد وبس يا رجاله، يلا بينا نبدا. طبعا عايزين مشاهد، زي ما قلت لك انت عارف ان انا برشلوني، فلا يمكن افوت حاجه زي كده تنزل لبرشلونه وما اجيبهاش. فيلا بقى بينا نخش نشتري الحزمه ونشوف بقى، نجرب المدرب والدنيا. بس قبل ما نعمل كده تعال نشوف ضربه الجزاء. كاستولو والحارس، تفتكر بقى هيصدها ولا؟ الحمد لله دخلت زي الفل. فلو جينا بقى هنا كده وبعد كده على الحزم، هتلاقي الحزمة قدامنا اهي عزيزي مشاهد. فتعالى بقى كده نشتريها 1500 كوين. يلا بينا يا جدعان، اشترينا الحزمة رسميا. اتفضل معانا 737 كوين. لامين يامال اهو، ده تقريبا ماكس 102 او حاجة زي كده مع البوستر التاني طبعا. فلو جينا بقى هنا كده على المدرب وعملنا تشينج، هنلاقي هانز فليك يا رجاله رسميا. هانز فليك بيلعب ببوزيشن جيم 89 وكويك كاونتر 88. المدرب بيلعب ب 89 و88 في اقوى اسلوبين في اللعبه تقريبا. اغلب الناس بتلعب بالاسلوبين دول، فحاجه بجد طرش. فاحنا النهارده هنلعب ماتش بالبوزيشن جيم وماتش بالكويك كاونتر، ونشوف انه اقوى ونقارن بين الاسلوبين. وفي الاخر هديك التقييم الكامل للحزمه كامله، وهل تستحق تشتريها ولا لا. فده يا رجاله شكل الفريق بعد ما عملنا البوزيشن جيم لهانز فليك. ودي ريتات اللعيبه قبل التطوير واضافه البوستر الثاني. ودي عايزين مشاهد طاقات اللعيبه بعد ما طورناهم كلهم اوتو، ما لعبناش في اي تطويره في اي لاعب. فهضيف البوسترات عايزين مشاهد وارجع لك تاني. فجعان كان معايا بوستر واحد عشوائي اديته لامين يامال، هو وطلع له الاجيلتي هو وحظه بقى. فمعيش بوسترات تاني عايزين مشاهد للاسف، وحتى معيش لعيبه باعه. فاهو بقى اللي حصل. فدي الطاقات اللي هنلعب بيها في الفيديو النهارده. زي ما انت شايف كده، لامين يامال 101 هو اعلى لاعب في الحزمه، رافينيا 100 وراشفورد 98 قليل شويه بس ماشي قشطه. خوان جارسيا 100، اروخو 100 وكوندي بيدري وديونج. والله الطاقات حلوه يا جدعان مع المدرب كمان. فتعالى بقى نعمل موضوع اللينك اب ده. فهو متطلباته يا جدعان زي مورينيو بالظبط، هو عايز لعيب بيكون مركزه اي ام اف وستايل اللعب بتاعه كرييتيف بلاي ميكر، واللاعب التاني يكون هول بلاير ومركزه ليفت ميد او رايت ميد. فتعال بقى نفعل كده الميزه ونشوف. مفيش. خدت الصدمه بقى، خدت الصدمه. هنا في اولمو يا جدعان، فماشي قشطه. عايزين هول بلاير ليفت ميد او رايت ميد، فمش عارف. تعال بقى نشوف كده اي لاعب. 2000 years later. طب يا جدعان بعد التدوير رافينيا بيلعب هول بلاير، فممكن ننزله نخليه ليفت ميد، فيبقى اولمو ورافينيا هما اللي عاملين اللينك اب، فاهمني؟ فتعال بقى نعمل كده دلوقتي. فننزل بقى رافينيا هنا كده تحت في الليفت ميد، ونخش تاني على هانز فليك نعمل لينك اب ما بين اولمو ورافينيا. فكده المفروض اللينك تم بالظبط كده. فدي الخطه بتاعت النهارده 4-2-2-2. تعال بقى عايزين مشاهد نخش نجرب التشكيله في الديفيجن باسلوب البوزيشن جيم 89 مع هانز فليك. Day 2. عايزين مشاهد الفيديو ده تصور لك على يومين، فيا ريت تقدر تعبنا باللايك والسبسكرايب وشير القناه في كل مكان. عايزين نوصل ل 100 مشترك وبس. اسيبك تكمل الفيديو. فعايزين مشاهد تعال نخش نجرب ماتشين في الديفيجن، واحد باسلوب البوزيشن جيم وواحد باسلوب الكويك كاونتر بتوع هانز فليك. فخلينا دلوقتي نبدا مع الماتش بتاع البوزيشن جيم. فهنبدا عايزين مشاهد من 1243. فيلا بينا نخش على الماتش. 2000 years later. واخيرا يا جدعان لقينا خصم انتر ميلان 3016. ماشي. فعايزين مشاهد تعال نشوف اسهم اللعيبه. رافينيا سهمه فوق واليخاندرو بالدي سهمه فوق. الاسهم كلها حلوه جدا. فتعالى بقى نشوف تشكيله الخصم. تشكيله الخصم فيها ادريانو 104، فيها هازارد 99، فيها اللعيب اللي كان في الباكج بتاع فورلان اللي هو المجاني ده 99 هو مش مطوره.
ومعاه ميسي، لامين يامال، والدكه فيها كريستيانو البيزك، هالاند ال 102. يعني شغاله التشكيله، فقشطه. عايزين مشاهد، تعال بقى نخش على الماتش ونشوف هانز فليك هيعمل ايه باسلوب البوزيشن جيم في الديفيجن. يا جدعان هو طول قوي وانا مش عارف هو بيعمل ايه كل ده. ادريانو يا غالي، يا غالي. ايه الحمد لله ما اتقطعتش. ماشي. رافينيا، راشفورد، رافينيا، راشفورد تاني، رافينيا. حلو قوي، حلو قوي. 1 2. رافينيا في العرضيه، حط يا اولمو. حرام. رافينيا، بيدري، حط الاول يا بيدري، حط الاول. جامد يا جدعان. حلو. 1-0 في اول الشوط الاول كده، نفاجئه على طول. ادريانو، ميسي، ادريانو انفراد. على العارضة. اروخو، لا يا اروخو، لا يا اروخو. لامين يامال، لا يا جدعان. جاب الاول بردك وجاب التعادل. غلطة من اروخو ملهاش اي لازمة عزيزي المشاهد والله العظيم. يونج، اولمو، رافينيا، بالدي، رافينيا. روح على الارض، على الارض يا جدع. ايوه اطلع. ايه يا غالي، ايه ده بتعمل ايه؟ رافينيا، ديونج، بيدري، ديونج، رافينيا. حلو قوي يا ابن اللعيبه يا رافينيا. روح خد عرضيه، حط يا راشفورد يا ابن اللعيبه يا راشفورد. 2-1 يا جدعان بعد معديه من رافينيا ولا اروع. ستوتشكوف تقريبا. يا ابن اللعيبه يا اخوان جارسيا. خلص الشوط الاول عايزين مشاهد 2-1. ان شاء الله نخش الشوط التاني ونزيد الغله كمان تبقى 3 و4 ونضمن الماتش. فتعال نخش على الشوط التاني. هالاند، لا لا. الحارس وقف يصور وانا اتصدمت وكل حاجه. انا فكرتها جون اساسا. بيدري من هنا ما جاتش. لامين يامال، مش عارف مين المهاجم ده بس خطيره يعني الفرصه. ايوه يا ابن اللعيبه يا اروخو. لا ايه يا اروخو يا غالي لسه بشكر فيك. بيدري، راشفورد، اولمو، راشفورد. حط يا غالي. حرام والله حرام. حلو يا جدعان. خلص الماتش 2-1 الحمد لله. كسبنا الماتش. بيدري احسن لاعب في المباراه. فكده جامد قوي يا جدعان. فتعالى بقى نخش على ماتش الكويك كاونتر. لو دخلنا كده على الجيم بلان، هانز فليك، تيم بلاي ستايل، وعملنا كويك كاونتر. هو الاوفر الاجمالي في بتاع التشكيل عموما هيقل 2 بس مش عارف ليه. تقريبا الطاقات كلها زي ما هي. ما علينا. فتعال بقى نخش على الماتش بتاع الكويك كاونتر ونشوف ونقارن بين الاسلوبين ونشوف نتيجه الماتش بردك. لان لما جيت لعبت خلف الكواليس بالكويك كاونتر خسرت ماتشين وكسبت ماتش. بينما البوزيشن جيم كسبت ال3 ماتشات. كان في 2 في التصوير وواحد بره التصوير. بس للاسف التصوير اتحذف يعني. احنا بنصور تاني اهو. فتعال نخش ونشوف ايه الدنيا. يمكن نكسب لعل وعسى يعني. يطلع حظنا حلو ونكسب في التصوير، ليه لا يعني. 2000 years later. ماشي يا جدعان الحمد لله لقينا خصم اخيرا 3131. ماشي. انا طلعت كل ده مش مشغل الرينج لايت، فلو الاضاءه كانت وحشه في الماتش اللي فات سامحني بقى. اسهم اللعيبه عايزين مشاهد. راشفورد، لامين يامال، داني اولمو، رافينيا، كوبارسي، واخوان جارسيا سهمهم عالي فقشطه. طيب تعال نشوف تشكيله الخصم. تشكيله الخصم فيها ريكارد 103 وكانافارو وايفر كان، باتستوتا. الدكه فيها رود فان ستيروي وفيها جوارديولا وفيها دروجبا وفيها ميسي، فرناندو توريس. فتشكيله حلوه. فتعال بقى نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش. روح على مين، روح اشمطنا عرضيه حلوه كده. حط يا رافينيا، رافينيا حط يا رافينيا. حرام يا جدعان. في الاخر خبطت في رافينيا وطلعت ضربه مرمى. حرام. في ايه يا جدعان؟ اروخو، ايه ده؟ يلا بينا. باتستوتا جاب الاول. بلعنا الاول عزيزي المشاهد. ماشي لسه. رافينيا، اوعى تقع. حلوه فشخ. بيدري، حط يا بيدري.
حرام يا جدعان، والله العظيم حرام. الفرشة طرش والرأسية فشيخة، بس الحظ ما كانش معانا، ما جاتش، طلعت بره في الاخر. ماشي، عاش. اول فرصة حقيقية تهديد، فعاش. بس عايزين المشاهد، ده كان كل فيديو النهارده. بتمنى يكون عجبك. صليت على النبي، وحدت الله، عملت لايك، طب سبسكرايب، روق بقى علينا كده. ومش هفكرك كيك تحت في الديسكريبشن، لايفات طرش ان شاء الله الفتره اللي جايه. فتقييمي للحزمه هو 10 من 10. ما فيهاش حاجه يعني مش كويسه او كده، لا بالعكس، الحارس كويس جدا، الدفاع فحل، والوسط بيدري وديونج واولمو فطبعا فحول، والهجوم فبرضك فحول كلهم. فانصحك تجيب الحزمه لو معاك كوينز، لكن لو مش معاك كوينز فمش دي الحزمه اللي انت هتضطر تشحن عشان تشتريها. فلا مش هي دي الحزمه، بس هي كويسه. لو انت معاك كوينز جرب وقول لي رايك في الكومنتات. بس عايزين مشاهد، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.